انا ومحمود شيف محمود قررنا النهارده بما اننا في اسطنبول لمده يوم واحد فقط، ما شاء الله كان شغال فنادق كبيره جدا، اعلى حاجه في المطبخ يعني، فقررنا النهارده نجرب مطعم الشيف براك. ايوه صح كده؟ احلى مطعم في العالم. انت جربته؟ والله العظيم في واحد اسمه فوزي في دار السلام، والله بيعمل اكل احسن من ده. وده منور تركيا. الحمد لله على السلامه. تشكرات. شكرا. الحمد لله على السلامه. وصلنا انا واخويا كيمو لارض الوطن تركيا. شفت وانا بكلمها تركي؟ يلا انا رايح عندي تصوير كده في السريع في تركيا، فقلت ازاي اروح لوحدي المره دي يعني. خدت جيزه. جيزه رايح يقيم الاكل بتاع تركيا. هيعلمهم ازاي صح؟ لا يعملوا حواوشي. احنا حاليا بنتمشى جنب الفندق بتاعنا ورا الموفن بيك، واحنا في مكان في اسطنبول اسمه الهضبه او اسمها ايه؟ وادي اسطنبول، وادي اسطنبول، اسمها وادي اسطنبول حاجه زي. المهم علينا، واوعى كده المطاعم قدامي هنا اهو، ومنهم مطعم الشيف براك. هو المفروض احسن يعني من الاخر احسن مطعم، والله ما اعرفش. مطعم الشيف براك على فكرة طبعا احسن تقييم للاكل تاخدوه منين؟ من شيف، يعني واحد بيطبخ اكل، يعني الشيف محمود ما شاء الله كان شغال فنادق كبيرة جدا. شغال ايه؟ اكزيكتيف شيف صح؟ شيف تنفيذي يعني، اعلى حاجة في المطبخ يعني. يا حود قول لي ايه رايك؟ والله البتنجان ده مع الفلفل تحفه. تحفه. الحمص بس تحس ان هو يعني مزودين فيه ميه، مزودين فيه تلج. هو لما بيضربوه بيحطوا فيه تلج وطحينه، لكن الحمص ضايع، ما فيهوش طعم الحمص خالص خالص. خالص. هو بصراحه لحد دلوقتي احنا طلبنا اللي اسمها الستارتر او المزه يعني، من الاخر طبق بتنجان وطبق الحمص، تقريبا الواحد منهم عامل 250 ليره، دولار ب 31 ليره، اليورو ب 33 ليره ونص. الطبق ده 250 ليره يعني كام يا هدى؟ 8 يورو. ها تقريبا 8 يورو، فده على طبق مزه كتير جدا يا لهوي. المهم احنا طلبنا اكل دلوقتي، ما نشوف هيجي ونقول سعره، عشان الاسعار هنا بصراحه فوق مستوى المواطن ابن. هي تجربه بس هو الاسعار عندهم رهيبه جدا. ايه رايك يا شيف؟ عشان ما نتعبش بعض، انا هصرف، مالكش دعوه بيا. ايوه كده واحد. قول لي بس رايك في العيش. احنا بندفع العيش ده جامد، عم براك جوه هو اللي خبزه. طبعا الشيف براك هتلاقيه قاعد بيعد فلوس في البيت. العيش ده جامد، شبه العيش في مصر يعني، انا بتكلم على المصريين، شبه العيش الشامي اللي عندنا كده، بس ايه واخد سمسم من فوق، هو ده الفرق. لا يا برنس والله. يا حود انطباعك الاول يا حود. هنشوف بقى. لا انطباعك في الشكل. طبعا عادي. خلي بالكوا الريفيو ده غير اي ريفيو عن مطعم الشيف براك. ليه؟ لان انا جايب معاه شيف من احسن الشيفات اللي شفتها في حياتي بصراحه، محمود. لما الشيف هو اللي يقيم المكان دي حاجه مختلفه تماما. انطباع اولي كده، الطبق شكله حلو. الطبق ده زي اللي بنطلبه بالظبط في المانيا على فكره، بالظبط صح؟ بنطلبه في المانيا ب 26 يورو، عشان برضه ما نكدبش كده على الناس. هنا عامل في الشيف براك 1200 ليره. تستاهل. فراخ رايحه في داهيه، دوق كده. يا راجل رايحه في 60 داهيه. رايحه في 60 داهيه ليه؟ شغال على فكره، مش وحشه، هي عاديه بس مش معلش. عود انت شيف بس انا اكيل عادي يعني، طعم الفراخ عادي. ده كحيان فلفل الكباب، والاكل طعمه مش وحش بصراحه، انا مش هكدب يعني. قول لي. ما استمتعتش بصراحه. ايه؟ شفت اقل حلوه كباب عادي قوي يا راجل. والله، وكنت متوقع حاجه ثانيه بصراحه. يعني انت ما انبهرتش؟ لا عادي قوي. في محلات في مصر بيعملوا اقوى من كده بكتير قوي. طب مقابل السعر تديله كام؟ لا غالي يعني. انا مش بقول وحش، انت دلوقتي انت عامل مطعم، احسن مطعم، الناس بتيجي واو. مش شايف انا الواو ولا الموقع. كفته تحفه. الفراخ حاسس ان انت تعمل احلى من دي بمليون مره. انا مع الشيف محمود في الموضوع ده. اولا انا ما بحبش الكفته الضاني، عشان طعم الضاني بيبقى طالع فيها. اللي ما بيحبش ريحه الضاني فاكيد عارف انا بقول ايه، ومش هيحب الكفته دي لان ريحه الضاني طالعه فيها. ولكن باقي الطبق عادي كفراخ وبتاع. النقطه بقى ايه بقى جامده اللي ممكن نتكلم فيها، ان لو حد عايش في تركيا علشان يجي يجيب طبق ب 1200 ليره، فمعناها ان انت لازم بتقبض 10 اضعاف الطبق ده. يعني على كده المانيا ارخص من تركيا. بس على فكره برضو نقول كلمه حق، يعني الاطباق ديت انا ما جيت شهر 7 اللي فات كانت الاطباق بتتراوح من 120 ليره ل 300 ليره ماكس. فيمكن الشيف براك بس هو اللي غالي، فاحنا اما نطلع بره بقى مبالغ فيه قوي، مجندة على الفاضي. انا شايف انا كعاطف مش انبسطت ولا محمود انبسط. انا مش هدفع اصلا. اجري يا منور. بصراحه انا فكرت حاجه
حاجه تانية فاهم. بس دي حلوه والله العظيم. الاكل ده اقل مطعم في مصر اقوى من الاكل اللي بيتقدم ده. هو صيت على الفاضي، الاكل طبيعي قوي. في مطاعم في مصر اقوى من كده بكتير وبتقدم كواليتي احلى وبرزنتيشن احلى. انا حاسس ان الاكل طبيعي نازل لنا عادي. انا بقيم الاسعار يعني، هو الاكل لحد دلوقتي اوكي طعمه شغال بس مش اللي هو واو قوي، ولكن انا ادفع في طبق مثلا جريل بنجيبه عندنا في المانيا ب 22 23 ندفع فيه هنا كام؟ انا قلت كام؟ 40 يورو. 40 يورو ده تقريبا ضعف الطبق في المانيا. كتير قوي كتير قوي قوي يعني. اول طبقين مش اللي هم الواو عشان ندفع فيهم 8 يورو الواحد كتير. بس يلا ادينا بنجرب، تجربه حلوه. والله العظيم في واحد اسمه فوزي في دار السلام، جوز اختي والله وداني ليه، والله بيعمل اكل احسن من ده. 3500 يعني ايه؟ 1 2 3 4 5 معلش عشان احنا مش من هنا، احنا من اسطنبول. مع شيف براك. تعال ناخد صوره مع شيف براك. لا انت كده ولا كده هنمشي عليك. ايه رايك في يافطه الشيف براك؟ لا انا اي لاف عمو فوزي. تجربه الشيف براك ما هي الا السوشيال ميديا، صيت وخلاص من الاخر يعني. ولا يا عم براك؟ لا طلع كحيان. كحيانة السنين يعني. اللي بعده يا اخويا ايه ده؟ مستر دونت.